السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة قوية جدًا للنادي الأهلي علشان ميسي. ميسي يا جماعة في حتة تانية. طبعًا فرقة إنتر ميامي فيها كام لعيب كويسين. طبعًا سواريز إحنا عارفينه، بس مش بقوة ميسي ولا بإتقان باصات ميسي ولا بتُقل ميسي في الملعب. ولكن النادي الأهلي نزل المباراة، أول ما نزل طبعًا صدمة. إصابة إمام عاشور، كلنا طبعًا زعلانين في كتفه. كتفه اتخلع، الله أعلم كتفه فيه إيه. وبكاء شديد من إمام، حزّنا في أول ربع ساعة، يمكن في الدقيقة 13 اتصاب إمام وخرج، وكان مضيّع واحدة قبل ما يخرج. والنادي الأهلي ضيّع أكتر من فرصة الشوط الأولاني، كان يقدر يقتل المباراة بدري. وضربة جزاء لتريزيجيه، كل ده الشوط الأولاني. الشوط التاني تحس إن فرقة النادي الأهلي اللي كانت بتلعب الشوط الأولاني مش هي اللي لعبت الشوط التاني، ولكن أدّوا أداء متواضع. بس فرقة ميامي الشوط التاني ما اتوفّقتش، لإنها لو اتوفّقت كانت أحرزت أكتر من هدف الشوط التاني. طبعًا ميسي المكّار النهارده كورتين 3 في العارضة، والراجل ما بيعملش سبرنت يا جماعة إلا وهي الكورة في رجله. حقيقة ميسي لعيب كورة في حتّة تانية، ولاعيبة العالم كلّها في حتّة تانية. هو في حتّة وهُم في حتّة. الراجل ده لوحده 40 سَنة، ولو شِلته من فرقة ميامي هتلاقيها فرقة أقل من عادية. ولكن كبداية للنادي الأهلي، بونت اللي مزعّلنا إن كانت المباراة نقدر نحصد ال3 بونت. ولكن بونت مش وِحِش كبداية. وبإذن الله المباراة الجاية النادي الأهلي يقدر يفوز، ويقدر يحقق 3 نقاط، يبقى 4 نقاط. يبقى بدري ريّح نفسه للمباراة الأخيرة، هيبقى تعادل أو مكسب بإذن الله، علشان كل جماهير الكرة المصرية والعربية نفسها تشوف النادي الأهلي في الدور التاني من البطولة. فمباراة كبيرة، مباراة كويسة كبداية. الراجل المدرب يعني مش هاقول خلّص، بس شِبه بوّخ مع زيزو إن أنا أنزّل لاعب بحجم زيزو. هو ما يعرفش، هو الراجل جاي وما يعرفش مين زيزو. أنزّل لاعب بحجم زيزو، وأول ما ينزل بعديها ب5 دقايق يجيب لي ركلة جزاء واغيّره الشوط التاني. دي نقطة مش هتبقى كويسة نفسيًا مع زيزو في بداياته مع النادي الأهلي. وما شاركش بن شرقي فالراجل لسه بيتعرّف على الناس. برضه كل الناس لازم تعذره، إحنا اللي عارفين اللعيبة دي ومتابعينها بقى لنا فترة. الراجل ده جه شاف فيديوهات ولسه ما شافش في أرض الواقع، وبيبدأ يتعرّف على كل اللعيبة. فربنا يوفّق النادي الأهلي المباراة الجاية إن شاء الله، و ويقدر يكسب بإذن الله، وكلنا مع النادي الأهلي. السلام عليكم.